هي معروفة يعني زغلول الغزار يمرض يموت. الحمد لله زغلول احمر غزار عوضنا على الله. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى صباح لكل مشتركينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بقى فيديو ننزله. يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت مش مشترك الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع الصفحة في الوصف بتاع الفيديو. ولو أنت مش بتتابعني على التيك توك يبقى أنت فايتك كتير. انت هتلاقي الرابط بتاع القناة بتاعت التيك توك بتاعتنا موجود على المنتدى عندنا على طول. تمام. طبعا النهارده ايه، طالعين كده مع الحمام. طبعا الحمام ده عايز يتكلف، فانا قلت ايه نكلفه مع بعض كده ونشوف مع بعض ايه اخر الاخبار وايه اللي حصل. وانتوا اكيد شفتوا في المقدمه بتاعت الفيديو اللي حصل. فالحمد لله، هي بدايه الشتاء لازم يحصل فيها خسائر ولازم يحصل فيها ايه تاتشات كده، فالحمد لله. طبعا عايزين بس ناكل الحمام. واحنا بناكل الحمام كده عايز اتكلم في كذا نقطه. اولهم الفيديو اللي فات بتاع السلاكه بتاعتي، اللي هي السلاكه اللي احنا بنشبه فيها. طبعا كذا حد يقول لي يا عم ما تحط فيها زواجل وتنشها ومش عارف ايه. انا لو عايز اعمل حاجه زي كده هعمل. والناس اللي بتتكلم تقول لي طب انت ما بتنشش نش. انا والله يا شباب كيف النش دوت مش مزاجي. النش ده مزاج، يعني كل واحد مزاجه اللي هو يعمل حاجه. انا مش مزاجي اللي انا نش يعني. هنا هنقول ايه؟ طيب ما هو انا قلت الموضوع ده كتير بس برضو لازم اقوله تاني. فايه عشان برضو الناس متعرفش انا النش ده مش داخل دماغي. انا واحد غاوي ان انا افرخ، بحب الانتاج. هتقول لي الفرخ سهل؟ لا، الفرخ مش سهل. كل حاجه فيها الصعب وفيها السهل. تمام. ومش اي حد يفرخ ومش اي حد ينش، عشان برضو ايه الناس تبقى عندها حاجه زي دي، علم في حاجه زي دي. فخير ان شاء الله يعني. طبعا احنا ايه الحمام بتاعنا هناكله. طبعا الحمام ايه ميت من الجوع. غيرنا له ميعاد الكلفة تاني. احنا مش متظبطين على ميعاد، بس ايه يعني ان شاء الله ما نغيرلوش الميعاد تاني. يلا كل ولا كل يا صاحبي كده. هما دولا ادي كلهم. وذكر الكركندي ده عايز ياكل برضو. نقلبه كده حط له. يلا كل النهارده اكل الحمام بتاع السطح بقى مش مهم. اهمت ما شاء الله هما كده كلهم طلعوا، مش عارف كلهم طلعوا ما شاء الله. انا في زغلولين اهمت. هنا مفيش لسه بيجمعوا. وهنا اللهم صل على النبي في حصويتين. وهنا مفيش. وهنا مفيش. وهنا لسه ما شاء الله. ده ابن شكل اهو جوه. اللهم صل على النبي. تمام. وهنا في حصوايه. ما شاء الله النتاية حصت. هنا في حصوايه ما شاء الله. وهنا في حصويتين مش عارف باينين ولا لا. اهمت مش عارف باينين ولا باينين جوه اهمت. وهنا ما شاء الله في زغلولين دول محضرينهم، واحد حلبي وواحد بوازة. وهنا ده زغلول ذبيح على خيرة الله اهمت. كله وايه والف هنا عليكم. طبعا النهارده كان يوم شاق بالنسبه لي عند الحمام. عملت فيه شويه حاجات كده. السلاكه طبعا نضفت السلاكه. نضفت كل العيون. بصوا مطلعين زباله قد ايه من السلاكه، بس من السلاكه بتاعتنا دي لسه ما نضفناش دي. وطبعا المسا اتغسلت وتروقت على الناس بس اللي هي تتملي على خيرة الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا السلاكه. طبعا الحمام الحمد لله اللي احنا اضفنا منه الزغاليل الحمد لله حصى. يعني ما شاء الله الباكستانيات الحمد لله رموا حصى الحمد لله. وطبعا الحمام الكلف. وادي البوازات ما شاء الله. يعني الزغلولين اخوات الزغلولين اللي بره اهمت ما شاء الله. كلوا الحمد لله. نقلب بقى. انتوا اشكلتوا خلاص ولا عايزين تاني؟ وادي دولا. بصوا برضو يعني من الحاجات بتاعت الشتا برضو. كل الكلام ده الشتا اهو. زغلول متكسح. كل الكلام اللي بيحصل ده بيحصل معانا في دخلة الشتاء معروفة. خير الزغلول دوت يعني. بصوا فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا الزغلول دوت احنا مدينه كالسيوم. الاهالي بتاكل واحنا بندي كالسيوم على خيرة الله، على امل اللي هو ايه يتعدل. ما تعدلش وفضل كده هنذبحه عشان بس ايه ما يفضلش مذلول كده. فاحنا ايه ما تعدلش هنذبحه على طول. تمام. عشان برضو الناس تبقى عارفه حاجه زي كده. ما شاء الله الاتنين الباكستانيين التلاتة انجلايز السود اهم اللهم صل على النبي. طبعا السلاكه لسه منضفينها
باين عليها النظافه. يا رب تفضل كده على طول، نفسي والله نفسي والله البيبان تفضل نضيفه على طول. وهنا ما شاء الله الزواجل البيض برضه اللهم صل على النبي رموها صويتين والحمد لله ايه كلفوا. ودولا الزواجل الزرق برضه كلفوا وايه، هم ما شاء الله مأكلين يعني الزغلولين كويسين. ممكن نخش ونشوفهم كده همت ما شاء الله. الزغلول الزاجل اللي على الشمال والبنيد اللي على اليمين برضه عشان برضه الناس تعرف. طبعا الدبل اللي عندنا خلصت، الدبل بتاعتنا، فمش عارف طبعا ادبل الحمام، بس خير يعني نحاول نجيب دبل بأي طريقة، عشان انا مش عارف اجيب الالومنيا، عشان انا اللي بعمل الدبل، انا اللي بعمل الدبل يا شباب. فانا مش عارف اوصل للراجل اللي انا باخد منه الالومنيا، هو تعبان الايام دي، فندعي له طبعا بالشفا، عشان في ناس كتير جدا كلمتني على دبل، فانا مستني بس اللي هو يبقى كويس عشان اخد منه الالومنيا وابدا اشتغل. وعلى خيرة الالومنيا او نحاس برضه عشان ايه نبقى موضحين كلامنا. وما شاء الله هنا في زغلولين اهمت بصوا مرقدين على قش. وبرضه كذا حد قال القش غلط، والله العظيم انا مرقد على القش من ساعه ما جبته والدنيا 10/10 ما حصلش اي حاجه الحمد لله ما شاء الله. القص العبايسه النتايه جستها امبارح لقيت فيها حصوايه، فعلى خيرة الله. وهنا دول القص السحن برضه بصوا النتايه قصع نفسها، النتايه فيها حصوايه من امبارح، مش عارف بقى لو بكره ما رمتش الحصوايه هضطر انا اساعد على طول. تمام. وهنا فاضي بقى، هنا فاضي لسه الصراحه مش عارف هنجيب ايه هنا، مش عارف لسه دماغي عماله تنونو. هنا بقى دول الزغاليل اللي احنا قلنا عارضينها للبيع، اضاف عليهم واحد اهوت، ادي واحد بسم الله ما شاء الله، وادي التاني ما شاء الله، وادي التالت. تعالى يلا اهوت اللهم صل على النبي. 3 حتت طبعا احنا قلنا بصوا يعني ال3 حتت الحته ب60 جنيه، عشان برضو ايه ما نقعدش نقول كتير. 3 حتت الحته ب60 جنيه تمام ما شاء الله. يعني الباكستانيات دول دماغهم سم، نتعامل معاهم صح وانت ان شاء الله يعني هتستمتع منهم. والاسترالي ده الاسترالي دوت بصوا ده اهاليه. الدكر ده بتاع يوسف صبحي وكان طاير حديد في دار السلام، والنتايه دي انا عيالها كنت برضو بديهم ليوسف، ويوسف كان ناششهم عنده، كان برضو بيبص بيحكي ويتحكى على عيالهم. فما شاء الله يعني ايه الانتاج اللي بيطلع انا عارف بيبقى دماغه عامله ازاي، فخير. بس فهم كده يعني ايه 3 حتت دول ما شاء الله عليهم يعني اللهم صل على النبي. واحده نخش جوه تاني. طبعا هم بياكلوا لوحدهم، الزغاليل اصلا خلاص جاهزه يعني للنش. تمام. لو حد عايزهم يا شباب، في ناس كتير كلمتني والناس بتقول لي احنا هنحجزهم، انا والله ما بحجز، اديك انت كلمتني وخدت واتفقت معايا على ميعاد وما جيتش، فانا لو كنت حجزت لك كنت مش هتيجي برضه. فايه عشان الناس اللي تعرف انا ما بحجزش، كلمتني في التليفون وقلت لي انا جاي لك دلوقتي يا باشا تعالى خلاص. لو حد كلمني بعد ما انت ما كلمتني وانت جيت ما لقيتش الحاجه يبقى انت كده ايه تلومني، لكن انت تقول لي انا هاجي مش عارف بكره وما تجيش وما تكلمنيش اصلا. بس فايه الناس برضو الناس ما تزعلش، فالناس ما تزعلش. وما شاء الله الزغلولين البنايده الاصل البنايده الزغلول مأكلين اهو اللهم صل على النبي. خير. طبعا احنا بنساعد مع الاهالي، احنا بنساعد بالميكس بتاعنا ومحتاجين نجيب ميكس تاني. ما شاء الله دول نرموا حصوايه والنتايه فيها حصوايه. خير، كل ده خير بيجي علينا الحمد لله، ربنا يرزق الجميع. وهنا ما شاء الله القص الحلبيات الزغلولين يعني كان لو كان فيهم دبل كان قدامهم 3 ايام كنا دبلنا على طول، بس خير يعني الحمد لله. وهذا القص الكركنديات لسه برضو مش عارف كلفوش ولا ايه. انا ما كلفتكمش لا كلفتكم، وريني بس وريني ثواني عشان بس اتاكد. ثواني طب ثواني لو سمحت ثواني. كلفوا عشان بس نتاكد يعني هم دول هم اللي خلصوا تمام. والهزازات اللي عمالة رايحة جاية واتكلفوا وبرضه عايزين ياكلوا تاني ومش عارف في ايه. بصوا خلاص عايزين تاكلوا تاني حرام عليكم. ما شاء الله اللهم صل على النبي. جايبين زغلولين واحد تركي جوه اهوت، بصوا عليه كده، واحد تركي وواحد ابيض ما شاء الله. وادي اللبلق انا مش عايز افتح له قوي عشان خاطر الزغلول لسه فاكك والذكر ده غشيم اصلا بس على خير يعني ما شاء الله اللهم صل على النبي.
وادي الزر. طبعا احنا الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات الحصويتين لقيناهم كابسين، بس الحمد لله. هي النتاية ممكن يوم كده ولا اتنين تلاقي بتبدأ اللي هي تجمع عيش تاني. والحمر غزار اللي ابنهم مات طبعا ايه الدكر عمال ينقر على النتاية وشكلها كده فيها حصواية. وهنا اللهم صل على النبي القص الحلوز بقى، عيالهم دول انا مش عارف الصراحة يعني نبيعهم بقى ولا نخليهم لسه يعني ايه، ما خدتش قرار. ما شاء الله عليهم يعني، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. بس كده كنا احنا مع بعضنا كده ومع الحمام. طبعا الحمام لسه بيكلف اهوت، يكلف ويطلع ياكل عياله. كل واحد عارف دوره، اللي يطلع ياكل عياله واللي مش عارف. بص في زغلول نزل، زغلول البوازه نزل. يلا امسك اياه، خد تعالى. رايح فين؟ خد بس، انت هتجري؟ تجريش يا اخويا، تعالى بس تعالى. بس اصلا ابوه اكله شكله اكله. بص الزغلول، تعالى بس خد كده. ايوه كده، بص ما شاء الله حته بوازه مكحله لما ايه. بصوا يا شباب، وما شاء الله برضو طلع قصير. والزغلول برضو خلاص يعني ممكن اسبوع كده ويبقى جاهز اللي هو ايه يتفطم على خيرة الله ما شاء الله. ربنا ربي كده يبارك لنا يا رب فيهم. طبعا امهم طارت، اللي هي النتايه اللي كانت محضناهم طارت، مش عارف راحت فين الصراحه. طارت في الايام اللي كانت فيها هوا جامد. وده ابوهم، ده هو اللي بيقيم بيهم لوحده. بس فانا ايه بحاول انا اضاعف له الاكل عشان يقدر يزق الاتنين كويس. وخير ان شاء الله يعني. ننزل ونجيب نتايه، ليه، ونجيب نتايه للذكر الكركندي ده، ونجيب قص في الباب هنا عشان يبقى الذكر القص الكركندي، ويبقى قص جمعيه بقى، قص اي حاجه ايه هنحطهم في السطح هنا. وبرضه ايه هنسيبهم وعلى خيرة الله. هو ده اللي انا بحب اسيبه، هتسيب قصوص اللي هم ايه يقفوا لي هنا شويه، يقفوا لي هنا شويه، فوق شويه، تحت شويه. بس غير كده انا الصراحه ما بحبش، مفيش وقت. بس على خيرة الله. وكده يا شباب كانت نادي الفيديو، كان معكم هنا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.